من عجائب وغرائب الدوري الفيحة اللي خسر من النادي الاهلي بنتيجه 5-0 فاز على القادسيه في الجوله السابقه، اللي فاز على نادي النصر في الجوله الحاليه. يعني تخيلوا القادسيه فاز على نادي النصر، اوكي؟ القادسيه قبل مباراه النصر لعب ضد الفيحة اللي انهزم من الاهلي 5-0. القادسيه خسر من الفيحة، ما ادري كيف اوصف. انا انجنيت يا جماعه الخير. حرفيا هذا المثال هو مثال حقيقي ببطولة الدوري السعودي موسم 2025. بطولة غريبة واحداث غريبة، وما تعرف من القوي من الافضل ومن السيء. حرفيا بعترف لكم يا جماعة الخير، فريق النصر فريق يقهر يا جماعة الخير، يقهر قلبك. ليش؟ يا اخي ما يستغل الفرص. يا اخي نادي تعطيه الفرصة يقول لك انا ما ابغاها، تعطيه الدوري يقول لك انا عندي دوري ما يحتاج، تعطيه حاجة لمصلحته يقول لك انا ما ابغاها. يا اخي مو طبيعي. يعني لما تعثر الاتحاد وجت الفرصة انك انت يكون لك امل بتحقيق الدوري، خسرت امام القادسية. يا اخي والله انقهرت. النصر خسر امام القادسية، وخسر ذهاب واياب، خسر في الدور الاول والثاني من القادسية. والصدمة القادسية لاول مرة في التاريخ يحقق 3 انتصارات متتالية على نادي النصر. يا جماعة النصر فيه دوران، فيه كريستيانو، فيه اوتافيو، بروزوفيتش، اسماء ثقيلة في الملعب. يا اخي كيف ما تقدر يا اخي تستغل هذه الفرص؟ يا اخي يا اخي والله كان في امل دوري. والله يا اخي يا جمهور النصر، يا اخي انتم تحملتوا بزيادة. يعني انا تحملت فترة النصر مع رونالدو ومو قادر. يعني يا ليت الشباب حتى لو يتحرك في حاجة. المشكلة ما في امل الا في النصر في الدوري. الشباب خلاص يعني ترك الدوري، خلاص تركوا ما في بطولة الدوري. يا اخي والله مقهور يعني. كنت متأمل خير، بس يلا عوافي. هارد جمهور النصر. وظيفة مهاجم نادي القادسية أوباميانغ في الدوري هذا الموسم انه يحفل الكبار، حرفيا انه يحفل الكبار. ايش اللي سواه أوباميانغ هذا الموسم؟ سجل هدف الفوز على نادي الهلال في اخر الدقائق، وسجل هدف الفوز على نادي النصر في اخر دقائق المباراة، وسجل هدف التعادل على مين؟ على نادي الاتحاد برضه في اخر الدقائق. أوباميانغ عشقه تسجيله في اخر الدقائق، وقهر جمهور الانديه الكبيره والانديه الكبيره حرفيا. يعني كذا انت لما تشوف السيناريو مره كويس وانت فايز في المباراه، اذا الفريق اللي ضدك يلعب فيه أوباميانغ انت بتفرح الى صافره النهايه، لانه ممكن في اي لحظه أوباميانغ سجل هدف في اخر الدقائق. مو طبيعي هذا اللاعب. أوباميانغ هو اكبر اضافه لنادي القادسيه في تاريخه، واحد من اكبر الاضافات اللي مرت في تاريخ الدوري السعودي. اختيار موفق لنادي القادسيه بالتعاقد مع هذا المهاجم الكبير.